طلعت ولا لا موبايل ولا جوال ولا مصاري الا الهويه. اذا صارت بالبيت؟ الله بساعدني. امنيتي ارجع لاهلي. عم كتير ناس جار عليها الزمن سواء للافضل او للأسوأ، انت كيف جار عليك الزمن؟ والله نحن بالنسبه لنا كبرنا شوي، طبعا للأسوأ كبرنا لانه لو شاب غير يعني. ايه الا ليت الشباب يعودوا يوما. لك الشاب لك صار عمرنا ب 66 تقريبا. العمر كله. الله يخلي عمرك. عم كتير ناس كانت راسمه مخطط لحياتها انه انا بالايام بدي يصير عندي هيك هيك هيك، تغيرت امورها. ايه والله انا هلا صار لي بالشام كذا مثلا، كنت اتمنى يكون عندي بيت بس احسن ما ادفع الايجارات. حضرتك من وين؟ انا من حلب. من حلب. ايه حاليا مقيم هون بالشام. صار لي بالشام، صار لي انا هون زمان من اول الثوره، اول احداث ب 11. ايه اجيت من حلب على الشام، كان عندك بيت بحلب؟ ايه عندنا بيت بحلب. ايه راح تهدم. ايه وهلا اخواتي كلهم تركيا اهلي. ضليت لحالي انا هون. مو متزوج، ما عندك اولاد؟ المرة توفت بال 2011. الله يسلمك. اولاد ما في؟ لا والله ما جاني اولاد. عم حضرتك عم تلي اخذ بيت ساكن فيه معناها لوحدك؟ لوحدي ساكن هلا. شو بتشتغل انت حاليا؟ على البسطة. ايه مصروفك اللي عم تطالعه حاليا عم بيأديك اجار بيت، مصاري؟ طبعا ما بيأدي، بس بندبر حالنا. لانه مليون ليرة عندك في اليوم 30,000، بدك مصروف 20 15، ما بكفي 20 25، بدك 50 مصروف كل يوم. ايه يعني اللي عم تطالعه عم بيروح كلياته لاجار البيت؟ اجار البيت اكثر شيء. الوضع الصحي كيف؟ قلت لك راسي بس، راس صرع براس. صرع بالراس؟ ايه هذا يمكن بيترتب عليك ادويه بشكل شهري؟ بدي دائم. ايه قطعته شهرين جتني نوبه اكثر واكثر، بس ارجع اخذه يمشي حالي. عم هاي النوبه انت بتجيك بشكل دائم؟ صار لها 3 سنين بتجيني. يمكن على ضغط الشغل او انه حاليا انت والله لحالها اجت، ما بعرف من رب العالمين. يعني وانا قاعد هون اجتني هون. صار كل شهرين كل 3 مرة. هلا خفت شوي على الدواء الحمد لله. وقت تجيك الحالة مين بيسعفك؟ مين بيساعدك؟ الشباب هون بيساعدوني بالطريق يعني. ايه إذا صارت بالبيت؟ الله بساعدني. احيانا بقلب بالبيت وفي ما في شيء، بطلع ما في شيء، كاني ماني عامل شيء. ايه شو بتحس عم بهي اللحظة؟ بحس انه لو عندي ولد، لو عندي بنت، لا. او لو زوجتي عايشه كمان صار شيء. الناس لسه قلبها طيب؟ الحمد لله رب العالمين. هي الحمد لله. كنت عم تحكي لي تحت الهوا صار معك موقف انت وقت اللي اجتك حالة باحد الايام، شو عملوا فيك الناس؟ هلا في ناس كلها بتساعدني، في ناس هذا سرق لي الجوال والمصاري. ليش طيب؟ كيف صارت هاي؟ انا جتني صراع بالباص النقل الداخلي، اخذوني على المشفى المجتهد، فتح حالي بالشارع نايم بالشارع. طلعت ولا لا موبايل ولا جوال ولا مصاري الا الهويه. هي في ناس هيك وناس هيك. يعني الناس اسعفتك على الاساس على المشفى، تركتك بالطريق، سرقت الموبايل وراحوا. ايه عم شو بتحلم؟ شو بتتمنى؟ اتمنى انه اذا توفينا على الدين والايمان بعد عمر طويل، وان شاء الله يطول عمركم انتم، ما بدنا شيء من الدنيا. الحمد لله رب العالمين. لتحسن امورك انت شو بحاجه شيء؟ هلا ما بحاجه، انه بس انه هالمرض يروح مني، بتحس انه او اجار البيت، ما اجار البيت انه اجار البيت صعب مو مثل اول. كنا اول 200 300 1000، هلا صار ملايين. هاي بس مشكلتك اجار البيت؟ اجار البيت بس الحمد لله. انا ما بطلب شيء من الله، الحمد لله رب العالمين، الا رب العالمين. في شيء امنيه ببالك حاليا؟ في شيء خاطر على بالك حاليا؟ هلا امنيتي ارجع لاهلي. على حلب؟ على حلب، بس بعدهم تركيا ليجوا من تركيا.
يعني العيله تفرقت، كل حدا صار بمكان. ايه لك هلا اخواتي كلهم بتركيا. تتواصل معهم، في تواصل معهم؟ صار لي سنه ما تواصلت الا صار لي هلا شهرين عم بتواصل معهم. الف الحمد لله. ايه وراجعين؟ كانوا يفكروني ميت العالم واهلي. عن جد؟ ايه من شهرين عرفوا عني كل شيء صار في. كيف قدرت توصل لهم؟ والله واحد من حلال شافني قاعد هون راح خبرهم قالوا لا اخونا ميت. قالوا لا شفته من يومين شفته انا. هون كيفوا فرحوا صار يدقوا لي. هلا كل فتره بيدقوا لي، كل يوم بيدقوا لي. الف الحمد لله. صار يبعثوا لي مصروف احيانا. الحمد لله. الحمد لله. الف الحمد لله يا رب. ايه يعني هذا الشيء يمكن اعطاك امل لقدام. ايه لك لا الدنيا بخير واهلي بخير الحمد لله. الف الحمد لله. صحيح ماتوا كم واحد من اهلي ولايتهم. الله رب العالمين. الله يجمعك باهلك، وان شاء الله نحن بدنا نحقق لك حلمك ونساعدك بشو قلت لي بدك بيت؟ هلا ما بدي بيت، بدي اجار بيت بس ادفع اجار بيت بس ما بدك بيت ملك لإلك؟ ما بدي ملك لا راحت ايامي. لك لساتك شباب. خلي لغيري غيري احسن. لساتك شباب. ايه شو بسوي؟ في غيري بيكون بحاجه اكثر مني. طيب شو رايك ببيت وعروس؟ هلا بالنسبه لنا ما لنا غير رب العالمين ودبر الله، ما بنحكي كذا هيك. الله احسن شيء. ونعم بالله. ابدا. لازمك شيء عم توصينا بشيء. لا سلامتك ابوي.